ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. النهارده هنعمل فيديو حاجة عظمة قوي هتعجبك ايه هتاكليها وانتي بتقولي ايه الجمال ده، وهتروحي تعمليها على طول لولادك. وخسران اللي مش هيشوف الفيديو للاخر ويشوف الطريقة بتاعتنا والوصفة الجميلة اللي انا هعملها. اول حاجة جبت المية، ومعايا ايه؟ معايا دي شعرية. هنعمل ايه في الشعرية ديت؟ هنحطها ونسلقها على النار. هتسلقها على النار يا ايموني؟ ايوه طبعا، وهتشوف بعد كده هيحصل ايه. بقى بس الشعريه بتاعتنا تستوي، هجيب بقى ايه؟ هجيب حله صغيره كده او طاسه، واحط فيها بقى ايه؟ معلقه سمنه. سمنه عاديه، سمنه بلدي، زبده، اي حاجه اللي موجوده عندك. اهم حاجه ان حاجه تعزز لك الطعم بتاع الاكله بتاعتك اللي انت هتاكليها وخلاص. اول ما تسيح كده معانا، هنزل بقى بكوبايه من جوز الهند. كوبايه صغيره يعني، او نص كوبايه على حسب اللي موجوده عندك. كوبايه سكر، وهنقلب بقى كده. بعد كده هنجيب بقى فانيليا. عندك بقى الفانيليا البودر ديت او الفانيليا السايله، هتحطي شويه كده عشان بتخلي الطعم بتاعها حلو قوي. وهنقلب بقى كده. بعد كده هننزل بايه تاني؟ هوريكي هننزل بايه. خلاص، بعد ما نزلنا بكل الحاجات دي بقى هنزل بايه تاني؟ عندي بقى ايه؟ معلقتين من الكريم شانتيه. ده بقى بيخليها طعمها جميل وبيعزز الطعم جدا، بيخليها تحفة. بعد كده هقلب بقى وانزل بقى ايه. طبعا لو انت عندك كيس من اللي هو كريم شانتيه ممكن حطيه، اللي احنا بنشتريه من عند السوبر ماركت. لو ما عندكيش، انا كان عندي اللي هو السايب دوت، كنت جايباه من عند العطار عشان كنت بعمل بيه حاجات تانية. دلوقتي بقى ايه؟ هنزل بقى باللبن بتاعنا. اللبن بتاعنا بقى آه جميل اهوت، كامل الدسم زي ما انتوا شايفين كده. وهقلب بقى كده. دلوقتي بقى هقلب بقى بعد ما حطينا اللبن بتاعنا. هفضل اقلب كده لحد ما كل المكونات تمتزج كده مع بعضها، واحس ان كلها كده دابت في بعض. في الوقت دوت هصفي بقى الشعرية من المية بتاعتها. كده هصفي بقى الشعرية زي ما انتوا شايفين كده. كده بقى نزلت بالشعرية بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده على جوز الهند والكريم شانتيه وال واللبن. يا جماله يا جماله. طبعا احنا كده مش هنعمل شعرية باللبن، لا استنوا هوريكم هنعمل ايه. هنقلبها بقى كده تقلبتين حلوين كده على النار لحد ما تغلي، وبعدين هقول لكم ايه هنعمل ايه. هي لسه الوصفة بتاعتنا ما خلصتش، استنوا معايا وهوريكم هعمل ايه. كده هنقلب بقى كده. دلوقتي بقى انا عندي كوبايتين معلقتين من النشا، دوبتهم في شوية مية كده زي ما انتوا شايفين. وهنزل بيهم على الوصفة بتاعتنا. وصفة حلوة قوي لولادك وهم قاعدين كده بالليل في الشتاء كده، وتدفيهم، وحلوة قوي. هديها بقى ايه؟ تقلبتين حلوين كده. انا مش عايزاها تتخن معايا على النار، هديها تقلبتين كده حلوين، وبعد كده هاجي جايه مطفيه عليها النار وهقولك هنعمل ايه بعد كده. بعد ما خلصت كده وطفينا عليها بقى، رحت جايبه بقى صينيه من عندي كده، ورحت دهناها سمنه او زبده زي ما انت عايزه. وهنزل بقى ايه باللي احنا عملناه ده كله. بعد كده هنجيب بقى ايه؟ شويه سكر بودره بقى من عندك كده على وش الصينيه كده.
دوت بديل القشطه. لو ما عندكيش قشطه تخلي بس ايه عشان تديها اللون الذهبي الحلو اللي اول ما تطلع من الفرن. حطيناها كده في الفرن، هنسيبها مده لا تقل عن 25 دقيقه، وبعد كده هنطفي عليها بقى النار من تحت وهنولع الشوايه عشان تدينا اللون الذهبي الجميل. ايه رأيكم بقى في الحاجات الحلوة الجميلة ديت؟ ايه رأيكم؟ صينية زي العسل. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب، واللي ما شافش قناتي واول مرة يشوفها يفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. جربوها مش هتندموا، حاجة حلوة قوي هتدفيكم، وحاجة حلوة تقعدوا تاكلوها كده بالليل وانتوا قاعدين كده مع بعض. يلا مع السلامة، باي باي.